أهم المخاطر اللي قاعدة تقلق فينا، اللي تسبب إرباك للعمل للتنمية، اللي قاعدة تأخر في السلم الاجتماعي، اللي قاعدة تسبب في القلق والحيرة والخوف عند التوانسة، الخوف على الحاضر والخوف حتى على المستقبل، أو شيء من الحيرة والتساؤل. أهم التحديات هذه اللي جاية بعد ثورة وضمن ثورة ما زالت مستمرة هي العنف، غول العنف الفردي منه والجماعي، الإجرامي أو السياسي. المهم كل ما يمكن أن يجتمع تحت عنوان العنف، والعنف كله مدان وكله خطير، ولا شك أن من أكثر أنواع العنف خطورة هو العنف المنظم اللي يتم إما من عصابات إجرامية متاع سرقة واستيلاء وقطع طرق، أو غيرها من العصابات، حتى العصابات اللي تبيع الممنوعات من مشروبات كحولية غير مرخص فيها في أماكن غير مرخص فيها، أو من المخدرات وغيرها. دوائر الانتماء متاع المواطن، ينتمي العائلة وينجم ينتمي القبيلة، والعرش أوسع منها والجهة أكبر منها، وانتماء العام للوطن، وما تتناقضش الانتماءات هذه. العصبيات هذه تتنحى العصبيات وتصبح الانتماء الوطني اللي أسسنا به الدولة هذاك هو الكل. وين متجهين نحن؟ والإسلام كيف يمشي معاه؟ متجهين نحو اتحاد مغاربي، فوحدة عربية، فعالم، يعني الاتجاه ديما الانطلاق.